السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب ثاني متوسط، أهلا بكم. اليوم إن شاء الله راح ندرس مع بعض الدرس السادس، درس التمثيل بالصندوق وطرفيه. تمام، يلا بينا نبدأ مع الفكرة الأولى. والمثال الأول بيتكلم عن تمثيل الصندوق وطرفيه. كيف أعرف يا أستاذ أو كيف أسوي لما يعطيني شوية بيانات ويقول لي سوي لي إيه صندوق وطرفيه. الفكرة كلها رقم واحد إن أنا أرتب القيم سواء من الصغير للكبير أو من الكبير للصغير، ما تفرق. تمام، يبقى رقم واحد عندي إن أنا أبدأ أعمل إيه؟ أرتب القيم. كده كده عندي القيم مرتبة فهنجيلها زي ما هي، بس هكتبها عشان هعرف هطلع عليها بعض الإيه؟ بعض القيم يعني. طيب يلا بينا هنكتب 210 و300 600 620 700 و915. أول شيء هنعمله هنجيب مع بعض الوسيط. تمام، يبقى رقم واحد هيجيب معايا الوسيط. طب الوسيط احنا كنا عرفنا من درس مقاييس النزعة المركزية ان الوسيط هو القيمة التي تتوسط او تنتصف تقع في المنتصف للقيم او البيانات. طب انا عندي الحين في كم قيمة يعتبر في المنتصف؟ عندي قيمتين لان ده عدد زوجي، فهجمعهم واخد نصهم او شوف مين اللي تقع في منتصفهم. 600 و620 مين اللي تقع في المنتصف؟ يبقى 610. طب انا يا استاذ انا حابب ان انا اعمل اطبق بالقانون، ما فيش مشكله. يبقى اقول الوسيط هيساوي 600 زائد 620 قسمة الاثنين. 600 زائد 620 ب 1220 قسمة الاثنين هيعطينا 600 وكام؟ 610. يبقى كده حلينا مع بعض اول فكرة اللي هو الوسيط. تاني شيء هنبدأ نجيب مع بعض الربيع الأدنى والربيع الأعلى، ودي أخذناها برضه في مقاييس التشتت. أول شيء عشان نجيب الرباعي الأدنى والأعلى، أول شيء هعمل دايرة كده على أكبر قيمة وأصغر قيمة وعلى الوسيط. أعتبر إنهم خلاص بالنسبة لي دول مش ما راح أستخدمهم تاني. فهجيب مين؟ هجيب الرباعي الأدنى. الرباعي الأدنى هيكون بكام؟ ب 300. طب لو عندي قيمتين هجيب الوسيط بتاعهم اللي هو مجموعهم على عددهم أو المتوسط. يبقى هقول 300. والرباعي الأعلى بكم؟ أيوه ممتاز، ب 300 أو 700 معلش. يبقى كده جبنا الرباعي الأدنى والرباعي الأعلى. كده أنا بالنسبة لي يعتبر أرسم الجدول أو الصندوق وطرفيه. هرسم، هعمل خط مستقيم ماشي، وأحط القيم عندي. أصغر شيء عندي كم؟ 210 وأكبر قيمة 900. يعني ممكن أقول 200 وأعد بالعشر بالمية. 500 600 700 800 وادي 900. وهبدأ أحط القيم عندي. أنا في 5 أشياء أحطهم دول رئيسيين 100% لازم نحط. رقم واحد القيمة، أصغر قيمة تنحط اللي هي هنا 210، يعني تقريبا هنا أحط القيمة هنا هذه 210. وأكبر قيمة اللي هي 915 تقريبا هنا برضو أحطها. ودي الثلاث قيم الباقيين اللي هو الوسيط والرباعي الأدنى والرباعي الأعلى. ادي الوسيط ب 610 والرباعي الأدنى ب 300 والرباعي الأعلى ب 700. وبعدين أسوي الصندوق. يلا أعمله بالشكل ده. ما بين الصندوق ده بيتعامل ما بين الوسيط والرباعي الأدنى والرباعي الأعلى، وبعدين أعمل الطرفين على أعلى قيمة وأقل قيمة. طبعا المفروض نجيب القيم المتطرفة، ولكن اللي هي زي درس مقياس التشتت، ولكن هنا لا يوجد قيم متطرفة. فكل اللي انا احتاج ان انا اجيب الوسيط ده رقم واحد، رقم اثنين الرباعي الادنى، رقم ثلاثة الرباعي الاعلى، وبعدين ايه احطهم على الشكل او على خط الاعداد بالشكل اللي احنا عملناه ده. طبعا ده تحقق بنفس الفكرة سؤال الف وباء. تعال ندخل بقى على الفكرة الثانية. الفكرة الثانية بيعطيني هو صندوق وطرفين ممثلين، بيقول لي على ما يدل طول الصندوق وطرفيه في التمثيل الآتي. كل اللي أنا هقوله يا أستاذ إن أنا أشوف القيم اللي عندي. أنا مثلا عندي هنا أقل قيمة كم؟ بواحد، وأعلى قيمة ب11. تمام، وهنا الرباعي الأعلى ب8 والرباعي الأدنى ب2 والرباعي الأدنى أو الوسيط ب4.
كل اللي انا هقول ان انا اشوف ما بين الوسيط والرباعي الاعلى كم يعتبر المسافة اكبر، صح؟ والعكس ما بين الوسيط والرباعي الادنى تعتبر اقل. ففي الحالة دي هكتب ايه بقى؟ هقول ان من الرسم ان بيظهر ان الانتشار او التشتت، الانتشار بين الوسيط والرباعي الاعلى يعتبر اكبر، صح؟ المسافه دي تعتبر اكبر، في انتشار او في تشتت اكبر. الرباعي الاعلى اكبر من التشتت او الانتشار بين الوسيط والرباعي الادنى. بس هو دي كل الفكره، ان انا اقول له الانتشار او التشتت فين اكبر، ما بين الوسيط والرباعي الاعلى ولا ما بين الوسيط والرباعي الادنى. والفكره الاخيره بيعطيني مثال ويقول لي زي مقارنه كده، بيعطيني عليها صندوق وطرفين ولكن ايه مزدوج. فهنا بيقول لي بالاعتماد على تمثيل الصندوق وطرفيه المزدوج ادناه والذي يبين اطوال مجموعه من الاطفال الرضع ذوي الاعمار المتساويه بنين وبنات، قارن بين اطوال كلا الجنسين. طب انا في الحاله ديت يا استاذ ايه اللي انا هعمله؟ انا الحاله ديت ان انا المفروض بعمل ايه؟ بقارن. طب المقارنه ديت المفروض هاخد قيمه معينه واقول ان مثلا وليكن ال 67 مثلا، هنا قيمه ال 67 انا يعتبر بالنسبه لي بالنسبه للبنات يعتبر ال 67 سم ده اقل، او 75% منهم اقل من ال 67 سم. يبقى اقول 75% من البنات طولهم أقل من 67 سنتيمتر، وفقط 50% من البنين اللي هم طولهم كام؟ طولهم أقل من 67 إيه؟ يبقى أقول 50% من البنين طولهم أقل من 67 سنتي، وده بينتج عنه إن طول الأولاد أو طول البنين أعلى من طول البنات. تمام كده نكون خلصنا كل أفكار الدرس، وإن شاء الله الحصة الجاية بناخد الدرس اللي بعده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.